اللي قولي بقى يا جزارتي، انت يا اخويا هربت ازاي وايه اللي شحورك كده؟ إنها قصة طويلة. بعد دخول السجن تمكنت من الهروب، ولكن تلك الشظية اللعينة التي أصابتني واستقرت في عقلي وأنا لم أعد أنا. وبعد هروبي من السجن غامرت وتاجرت بالسلاح. معي زرادات في غاية الجودة ب3 جنيهات فقط. بدأت رحلة كفاحي كي أستعيد مكانتي في عالم الإجرام، ولكن الشرطة لم تتركني وشأني. خدي حضرتك يا أم أشرف، الفرار يا أم أشرف من أهل البلدية. طب وبعدين ماذا فعلت؟ لم أيأس، قررت الإتجار في المتفجرات. إنها الأنابيب، أسرعوا أسرعوا يا رباط البيوت قبل أن تنفجر فتضيع فراسكم. يا جزار أؤمريني سيدتي. يطلع لي بأنبوبة من ذاك العين ومن هذه العين سوف أصعد بها إليك وأختبرها، ولكن كان علي أن أكون حذرا. ستعمل الآن على ما يرام. تسلم يا جزار. أشكرك يا حاج. وها أنا قد استعدت مكانتي وثروتي، ولكني وحيد لا يشعر بوحدتي أحد. ايه يا جزوره ده يخرب بيتك، انت بتعيط؟ الجزار لا يبكي، إنها الحساسية. حساسيه؟ يا جزار يا حمال الاسيه بيعيطوك شويه حساسيه. كفانا ضياع الوقت، فلنبدأ المرح. انا مراتي في احضان الجزاره يا باكت. طيب واحنا في ايدينا ايه نعمله ما عملناهوش؟ نطلع نشوفهم بيعملوا ايه. ما هو مش هينفع نطلع احنا الاثنين لسببين. ليه؟ السبب الاولاني ان لازم حد يشبك للتاني، دي حاجه. الحاجه التانيه ان اللي هيطلع فوق هيقلع، ودي مراتك انت مش مرات انا، فلازم انت اللي تقلع اللي تطلع. طيب شبك لي. دورك. انتظري انتظري. ماذا عن عدن؟ لا يعني النونة عدن دي مش هتقدر عليها، دي ب1000 جنيه. لن أدفع فيها أكثر من 800 جنيه. 800 ايه؟ هم 1000 جنيه. إذن فالأحضر بعد الشراء كي تسكرين، وأتمكن من شراء عدن وبناء الجراجات والفنادق وبأبخس الأسعار. والنبي يا اخويا لو احضرت المحيط كله مش هتنازل عن ال1000 جنيه.